الزمالك عمل معجزة ورجع من بعيد عشان يحقق بطولة الدوري، وأهم مكسب للزمالك مش بس درع الدوري، هو رجوعه لدوري أبطال أفريقيا بعد غياب 3 مواسم كاملة. مش بس كده، الفوز بالدوري كمان أنقذ موسم كامل للزمالك كان ممكن يخرج بيه 0 بطولات. لكن في النهاية درع الدوري غطى على كل حاجة وخلى الموسم يتحول من موسم كارثي لموسم للتاريخ. من أهم مكاسب الزمالك إن دوري الأبطال معناه فلوس أكتر، رعاة أكتر، وتسويق أقوى للنادي ولاعيبته. أما الأهلي بقى فالقصة مختلفة تماما. الأهلي مش بس مكسبش الدوري، ده كمان أنهى الدوري في المركز الثالث، وده صعب جدا للنادي متعود إن هو ينافس على كل البطولات. والأصعب إن التأهل الكونفدرالية المرة دي جه بشكل مباشر من الدوري لأول مرة في تاريخ النادي. غياب الأهلي عن دوري أبطال أفريقيا مش مجرد خسارة بطولة، دي خسارة مالية ضخمة جدا للنادي الأهلي، وده لأن الأهلي كان متعود طبعا يوصل للأدوار النهائية ويحصل على ملايين الدولارات، غير طبعا المكافآت المرتبطة بكأس العالم للأندية والبطولات العالمية اللي كده مش هتبقى موجودة. يعني بنتكلم إن الأهلي خسر فرصة مكاسب حوالي تقريبا 6 مليون دولار، وده طبعا بجانب تراجع التصنيف الإفريقي وخسارة صدارة كاف لصالح صن داونز الجنوب إفريقي. من أهم خسائر الأهلي اللي لازم نتكلم عنها إن فرص الأهلي في كأس العالم أندية 2029 صعبة جدا، لأنه محتاج يرجع يفوز بدوري الأبطال بعد كده عشان يضمن التأهل من جديد. يعني من الآخر هو مش مجرد دوري، ده درع بيترتب عليه مكاسب كتير وخسائر أكتر.